جت النهارده جبت لك الوحش اللي هيلحم معاك اي حاجه عندك في البيت. عايز اي حاجه عندك في البيت عايز تلحمه هيلحم معاك. عايز تعمل بطاريتك بنفسك هتشتغل معاك. اي حاجه انت عايز تعملها ان شاء الله باذن الله. المكنه دهيت مكنه مميزه فيها امكانيات كتير جدا بسعر انت لا تتخيله. السعر هقول لك في اخر الفيديو، بس تعالى قبل ما احنا نتكلم في السعر نشوف الاول المكنه دي ايه مكوناتها، ايه اللي جاي معاها، ايه التفاصيل بتاعتها. تعالى يلا نشوف مع بعض. معاك اول حاجه معاك ده حامل للمكنه، تمام ماشي، عشان تشيلها زيها زي الشنطه الكروس. انا بقول جايب لك حاجه انت ما شفتهاش قبل كده، هتشيلها زي الشنطه الكروس. سيبك بقى من جو بقى المكن بتاع زمان اللي قد كده، لا دي حاجه سهله جدا وبسيطه اي حد يستخدمها. ده اول حاجه معاك. الحاجه الثانيه ماسك عشان خاطر وانت بتلحم. الماسك طبعا بيتجمع وبيتقفل خلاص كده اهوت عشان خاطر وانت بتلحم يحمي عينيك. الحاجه الثانيه معانا البلاجات بتاعتنا، البلاجات الكبيره تمام كده. ده البلاج السالك، البلاج الموجب اللي هو البنسه اللي بيتحط فيها السيخ اللحام تمام. الحاجه الثانيه معانا فرشه لتنظيف اللحام. طيب فين بقى المكنه بتاعتنا؟ المكنه بتاعتنا اهي، ادي المكنه بتاعتنا. مكنه حجمها صغير جدا تمام ماشي، قد كف الايد اهي تمام ماشي، حجمها بسيط. الحزام اللي هو بتاعها ده هتحط فيها المكان اللي هو وهتشيلها كده اهوت خلاص. وانت بتلحم مش هتعمل لك اي عائق ولا اي مشكله. المكنه دي فيها ميزه انها تلحم معاك جميع تخانات الحديد خلاص كده. تلحم معاك من اول 50 امبير لحد مش هتصدق بقى وهي دي المفاجاه لحد 200 امبير. المكنه بتاعتنا بتلحم لحد 200 امبير، يعني لا 130 ولا 160 ولا الكلام ده كله، و100 و200 امبير فعلي. المكنه بتاعتنا فيها هنا هو مروحه تبريد بتشتغل من اول ما بتوصل الباور للمكنه تفضل شغاله معاك طول ما انت شغال بيها. ودي ميزه عشان خاطر تفضل مبرده لك البورده بتاعتها، لان دي يعني في مكن كتير جدا ما بيكونش فيه المروحه دي وبيعمل مشاكل ان بتلاقي المكنه بتبوظ بسرعه او اي سحاب بتضرب عليها بسبب ان مفيش تبريد. لكن دي فعلا شغاله جوه طول ما انت شغال هي بتبرد معاك تمام كده اهوت. المكنه بتاعتنا فيها شاشه ديجيتال هنا اهو شغلنا. بص اول ما شغلنا الفانه بتاعتنا هي اشتغلت على طول، اكيد صوتها باين تمام كده. معانا هنا اهو المكنه معانا لحد 200 امبير فعلي تمام ماشي، وممكن ننزل معاك لحد 50 امبير في اللحام معاك، وكمان اقل من كده خلاص كده تمام. معانا في كذا اوبشن، ده الحامل السلك في كذا اوبشن، او البكره دي نفسها كل ما بضغط عليها كده تديني اوبشنات ثانيه. في عندي 4 اوبشن على حسب انا هلحم تخانات قد ايه. يعني مثلا الاوبشن ده بيلحم معايا تخانات 2.5 مللي، معايا اوبشن ثاني دوت يلحم معايا لحد 1.5، ده برده 1.5 برده تمام. بس طبعا 1.5 كل حاجه على حسب انا هعملها على انهي امبير وعلى حسب المعدن نفسه. المكنه دهيت مش ب 3000 ولا ب 2000 ونص، المكنه دي ب 2100 جنيه، ب 2100 جنيه معاها كل المشتريات اللي انت شفتها دهيت. تلحم جميع تخانات الحديد، تلحم على السيخ ال 3.2 والسيخ ال 2.5، مش هتخسر معاك في اي حاجه. ثمنها يعتبر بسيط جدا بالنسبه للي هي بتقوم بيه. عايز تعمل بطاريتك تقدر تجيبها وتعملها بنفسك، عايز تخليها عندك في البيت تعمل بيها اي اصلاحات عندك في الحديد. شوف انت النهارده تروح تعمل اي نقطه حديد بتعملها بكام، دي هتوفر معاك كتير جدا. الموضوع سهل جدا وبسيط، لو احتجتها تواصل معايا. متوفر شحن لجميع محافظات الجمهوريه. اشوفكم على خير، سلام.